بفتح التلاجة لقيت 4 بيضات. مش هقولك ما كانش فيه ولا لحمة ولا فراخ وهعيش دور الفقر عليكي، لا، هم 4 بيضات وانا النهاردة عايزة اعمل اكلة تكون ولا فيها ولا لحمة ولا فراخ، بمعنى اصح كده، يعني اكلة اقتصادية من الاخر. جبت البيض وابتديت ان انا اكسر واحدة واحدة. وقبل ما نبدأ في وصفة النهاردة ما تنسوش لايك كتير للفيديو لو عجبكم، ونبدأ مع بعض ونقول بسم الله. الافضل طبعا ان احنا نستخدم في وصفتنا النهاردة هو البيض الاحمر. طبعا عندك بيض بلدي، بيض ابيض، كله هيمشي مش هيقول لا، بس دايما بحب البيض الاحمر لان هو بيبقى حجمه اكبر. هتعملي لكل فرد من اسرتك بضاية واحدة، وهتضيفي شوية توابل منهم الملح والفلفل الاسود، رشة بسيطة من النعناع الجاف، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. هتقلبي حلو جدا جدا وتضربي البيض ده كويس قوي لحد لما يمتزج مع كمية التوابل اللي احنا ضفناها عليه ويبقى معاكي بالشكل ده. في الوقت دوت هتروحي بقى عندك كده حلة حلوة على النار، هتضيفي لها معلقتين كبار من الزيت. هتستني لحد لما الزيت يسخن، وبعدين تنزلي عليهم ببصلاية تكون كبيرة او بصلتين متوسطتين الحجم متقطعين بالشكل ده. قلبي تقليبه في التانية وضيفي شوية بهارات النهاردة بسيطة جدا جدا لان اكلتنا ابسط مما تتصوروا. ملح وفلفل اسود وكمون ومعلقة صغيرة من مرقة الفورية. هتقلبي تقلبتين، واول لما تحسي ان البصل بتاعنا دبل هتكوني محضرة في الوقت ده بطاطساية كبيرة 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 يعني، ومقطعاها مكعبات صغيرة زي ما انا مقطعة كده. تقليبة في التانية، تقليبة في التانية، وتروحي ضايفة عليهم شوية فلفل كده سبايسي على فلفل رومي، لحد لما توصلي ان البطاطساية اللي معانا تاخد تحميرة خفيفة خالص، وهنا هتشموا ريحة حلوة جدا وهتبقى معاكم بالشكل ده. بعد كده بتروحي تحضري اي صينية عندك، ألمونيوم هتمشي، بايركس هتمشي، تيفال، اللي عندك اعمليه. طبقة حلوة من الزيت، ومقطعة 2 كبار من الطماطم مكعبات صغيرة، وعليهم شوية من الخضرة اللي هو شبت وبقدونس وكزبرة، وتنزلي عليهم بباقي كمية البصل مع البطاطس والفلفل، وهاتك يا تقليب. تقليبة في التانية، وبعد كده مش هيبقى ناقصنا غير خطوة واحدة بس. عارفين ايه هي؟ ان احنا بقى هنجيب في الوقت دوت الخليط اللي احنا عملناه في اول الفيديو اللي هو البيض، ونروح نازلين بيه على كمية الخضار. اظن دلوقتي عرفتوا احنا بنعمل ايه. احنا بنعمل عجة يا جماعة، من اجمل واحلى الوصفات اللي ممكن تعملوها. وحقيقي انا مش بقول لكم علشان هي اقتصادية او بدون لحمة او فراخ، لا، انا ممكن اكل وافضلها، يعني ممكن اكلها وافضلها عن انا مثلا يبقى قدامي فراخ او لحمة. لا، انا بحبها فعلا جميلة. تقليبة في التانية لغاية اما الخليط يمتزج، وتدخل الفرن على الرف الاوسط مدة لا تقل عن 30 دقيقة. بعد كده بتقفلي الفرن وتشغلي الشواية تاخد لون وتسيبيها تهدى شوية، وهي في الفرن اصلا انتوا هتشموا ريحة حلوة جدا جدا. عايزه اقول لكم جمال مفيش بعد كده. عايزاكم بقى دلوقتي حالا تنزلوا في التعليقات وتكتبوا لي هل بتعملوا العجة بنفس الطريقة دي، ولا ليكم تركات تانية، توابل بتحطوها عليها إضافية؟ أنا عملتها زي ما انتوا بتعملوها، ولا انتوا عندكم حاجات كده جديدة؟ ما تخبوش بقى أسراركم عني، زي ما أنا بقول لكم أسراري انتوا كمان. انزلوا حالا واكتبوا لي أسراركم في العجة والأكلات الاقتصادية الجميلة اللي احنا بنعملها. أنا كده خلصت فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو وشايفين ان انتوا استفدتوا، شجعوني بلايك كتير وشير كتير. بحبكم جدا جدا. أشوفكم بكرة إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة مع مطبخ نشوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.